السلام عليكم متتبعات ديالي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتمام صحه والعافيه ان شاء الله، مع فيديو جديد وصفه جديده دائما كيف العاده من شهيوات خديجه الدكاليه. اليوم الغزالات ديالي اقتراحي لكم كيكه همويه، شي حاجه اللي اكثر من رائعه كيف كتشوفوا معايا. بلا ما نشكرها لكم، شي حاجه اللي غزاله وغادي تعجبكم. بالنسبه للناس اللي ما كتنجحش معاهم الكيك او الكيك ديال ما كيجيهمش عالي او لا ما كينجحش معاهم يعني كيطفص معاهم الكيك، جربوا هاد الطريقه وهاد الفيديو غتشكروني عليه. شوفوا معايا الكيكه كيفاش كتجي عاليه، وبالنسبه للمقدار ديالها اللي كيجي راقي، وكذلك المذاق ديالها اللي جد رائع. هاد الكيكه اللي بمكونات سهله واقتصاديه، كوني اكيده انها غتحمر لك وجهك مع الضيوف ديالك او لا امالين الدار. شي حاجه اللي غزاله ورائعه. خليكم على المكونات. عندي كاس ديال الزيت ما يكونش مملوء بزاف، 2 كؤوس ديال الحليب، كأس ونصف ديال السكر سنيده، 4 ديال البيضات، قشور ديال الحامضه تكون صفراء. بالنسبه للدقيق حسب الخليط، هنايا عندي واحد 4 الخمارات 8 غرام وكيس ديال الفاني. غادي ناخذ الاناء، غادي نضيف فيه 4 ديال البيضات، غادي نزيد عليه كأس ونصف ديال السكر سنيده. كيف كتشوفوا معايا انهم 2 كؤوس، راه غير الكؤوس صغار، يعني بالعبار ديال العنبه كيعطونا 2 كأس ونصف ديال العنبه. صافي كيف كتشوفوا معايا غادي نضيف سنيده وغادي نزيد عليها الفاني، قشور ديال الحامضه، ضروري الحامض يكون صفر باش ما كيعطيكم داك المرونه ديال الحامض. غادي كذلك نضيف عليه قريصه ديال الملحه في الكيك، وغادي ناخذ باتور او خلاط يدوي او خلاط كهربائي اللي عندكم تقدروا تستعملوه، وغادي نطرب به هاد المكونات مزيان. غادي نخلط به البيض والسنيده مزيان حتى كينسجموا ليا المكونات ديالي. يعني ضروري انكم في هذا الاثناء انكم تخلطوا الخليط ديالكم مزيان حتى كيتغير لكم اللون ديالو ويضاعف لكم الحجم ديالو. غادي نخلط كيف كتشوفوا معايا مزيان داك البيض مع السنيده مزيان باتور كيف كتشوفوا معايا في الصوره. نطربوه مزيان غير خلاط يدوي ونطربوا به الكيك ديالنا مزيان وكتطلع لنا الكيك كتجي رائعه. صافي الغزالات ديالي غادي نطرب مزيان كيف كتشوفوا معايا في الصوره، سنيده مع البيض من بعد. وغادي نضيف عليهم كذلك الزيت. كيف قلت لكم انه الزيت كاس غير مملوء ديال الزيت. دائما كنقول لكم كاس والعبار دائما بالكاس العنبه باش كيجيكم المقادير مضبوطين وكتنجح معكم الكيك ديالكم. صافي هنا بعد ما ضفت الزيت كيف كتشوفوا معايا وغنخلطو مزيان مع بعضياتهم هكا كيف كتشوفوا معايا. وغادي كذلك نضيف عليه الحليب اللي بقى ليا، 2 كؤوس ديال الحليب بارد. غادي نضيفهم كذلك على هاد المكونات هادو. طريقه البنات راه جد سهله وبسيطه بالنسبه للناس اللي ما كتنجحش معاهم الكيك، غير يتبعوا هاد الطريقه كذلك والمكونات اللي في الفيديو، وكونوا اكيدين ان الكيك ديالهم غادي تنجح معاهم 100%، وغادي تجيكم زوينه الكيكه وغادي تجيكم كذلك طالعه. صافي غادي نضيف هنايا كيف كتشوفوا معايا 2 كؤوس ديال الحليب، وغادي نطرب مزيان هاد المكونات ديالي كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نحيد الباتور وغادي ناخذ غير خلاط يدوي باش غادي نطرب به كذلك ديك الخميره مع الدقيق ديالي وغادي نجمع به الكيك ديالي. صافي هنايا الغزالات ديالي غادي نحيد هاد الباتور هذا حيت صافي مهمته انها سالات. غادي نضيف كذلك الدقيق والخميره وغادي نخلط غير بخلاط يدوي كيف قلت لكم. غادي ناخذ خلاط يدوي وغادي كذلك نضيف ليه الخميره اللي 4 الخمارات اللي وزن 8 غرام كيف قلت لكم. بالنسبه للدقيق انا هنايا البنات راني عابره الدقيق، غادي نضيف 3 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للناس اللي الدقيق ما كيشربش ليهم او ما غيجيهم الخليط ان هذوك 3 كؤوس ما كافينهمش، زيدوا 4 كاس ديال الدقيق فقط اللي غادي نزيدو. هنايا البنات غير 3 كؤوس ديال الدقيق راه كفوني في هذا الخليط هذا باش ما تجيكمش الكيكه ديالكم انها خفيفه او لا ثقيله. غير 3 كؤوس فقط ديال الدقيق اللي كفوني في الكيك. كاين نوعيه ديال الكيك اللي كتكون انها يعني نوعيه كتكون زوينه ونوعيه اللي كتكون يعني ما كتشربش بزاف. هنا مازال خاصني الدقيق كيف كتشوفوا معايا. غادي نزيد كذلك الدقيق وغادي نخلط المكونات ديالي. كيف قلت لكم ان 3 كؤوس راهم كفوني ديال الدقيق في هذا الكيك هذا او هذا الخليط هذا ديال الكيك. غادي نخلط مزيان كيف كتشوفوا معايا. هذا هو الخليط ديالي غادي نخلط مزيان
نطرب حتى كنحصل على واحد الخليط كيف قلت لكم انه ما يكونش ثقيل وكذلك ما يكونش خفيف بزاف باش الكيكه ديالكم كتجيكم ناجحه ومضمونه. هانتوما القوام ديال الكيك ديالي يكون على هذا الشكل هذا، ما يكونش خفيف بزاف وكذلك ما يكونش ثقيل بزاف. شوفوا معايا القوام ديالو على هذا الشكل هذا. صافي هذا هو الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا. هنايا راني ديجا دهنا المول اللي كيكون مثقوب، يعني غندير الكيكه على شكل دائري. غادي ناخذ المول ديالي اللي ديجا انني دهنته بالزبده والدقيق، وفي هذه الاثناء البنات انا نمشي على الفران كيسخن على نار مهيله، كنشعلو من التحت مزيان، كنخليه يسخن على نار مهيله. دائما بالنسبه للناس اللي ما كتنجحش معاهم الكيك شعلوا من قبل الفران ديالكم على نار اللي كتكون مهيله بزاف وخلوه يسخن عاد ديروا فيه الكيك ديالكم. صافي الغزالات ديالي هنا غندير الكيك طيب ان شاء الله، غنخليها واحد 35 دقيقه حتى كطيب الكيكه على خطرها ونرجع معكم. بعد ما طابت لي الكيكه كيف كتشوفوا معايا وذهبت لي اللويين ديالها، غادي نقلبها كيف كتشوفوا معايا. غادي نحاول نزين ليها داك الدقيق راه كيكون غير في الموله البنات. شوفوا معايا ما شاء الله كتجي عاليه ولا يعلى عليها. بالنسبه لهنا واحد الطريقه اللي غزاله، عندي هنايا واحد 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي مع قطرات ديال الحامض. غادي نطربهم مزيان مزيان كيف كتشوفوا معايا في الصوره، يعني تبعوا مرحله بمرحله. غادي نطربهم مزيان كتكون لي واحد الشكل على واحد الشكل كريمه كيف كتشوفوا معايا في الصوره على هذا الشكل هذا، حتى كيكون لي على واحد الشكل ديال الكريمه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه اللي عطيتكم ديال السكر كلاصي والحامض كتزيين الكيك ديالكم. صافي الغزالات ديالي غادي نزين بها الكيك من الفوق كيف كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. يعني تقدروا تغيروا التزيين ديال الكيكه ديالكم باش كتجيكم الكيكه كذلك فيه هذاك المذاق ديال المحامض محموضه شويه، وكذلك كتجيكم رائعه بزاف بزاف في الديكور ديالها وكذلك في المذاق. غادي ندير عليها خطوط ديال الكراميل ونرجع معكم الطبق ديال التقديم. وهانتوما الغزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا بعد ما زينت الكيكه ديالي بداك الكلاصاج اللي عطيتكم ديال السكر كلاصي والحامض كتجي راقيه، ودرت عليها خطوط ديال الكراميل كيف كتشوفوا معايا، وزينتها بشويه ديال الكاوكاو مهرمش من جناب. كتجي زوينه تماما وكتجي رائعه. هذه هي الكيكه اللي قدمت معكم اليوم لا يعلى عليها، كتجي غزاله تماما في المذاق ولا كذلك في الشكل. بالنسبه لهاد الكيكه هذه خدمتها لواحد السيده كليانه، شي حاجه اللي زوينه ونالت الاعجاب ديالها وعجبتها بزاف وشكراتها ليا. شي حاجه اللي غزاله البنات. سمحوا لي ما غاديش نقدر نقطعها معكم حيت هاد الكيكه يعني نصيبها لواحد السيده ما نقدرش نقطعها ونوريكم الشكل ديالها من الوسط ديالها. كنتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو ديالي اللي قدمت معكم اليوم. نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده دائما من شهوات خديجه الدكاليه. السلام عليكم، خليتكم على خير.